أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع حلقة مهمة وحلقة نارية عن جميع صفقات الزمالك. الزمالك خلاص فك القيد. طيب الصفقات دي الزمالك هيجيب منهم 4 و5 وهيجيب أجانب 3 أجانب في حدود مثلا 5 صفقات محلية و3 أجانب دول صفقات، لكن دي الأسماء المرشحة. في اللي تم معاه مفاوضات مراحل متقدمة وفي بداية مفاوضات وفي لعيبة على وشك إن تنتقل، لكن دي الصفقات هنقولها بالتفصيل. تجميع لكل الفيديوهات السابقة هنقولهم بشكل سريع عشان ما اطولش على حضراتكم. طيب احمد ياسر ريان كان خلاص جوزيه جوميز عاوزه وتم اتفاق على كل شيء وراح النادي واتفق مع المسؤولين. حصل سخط وغضب من الجمهور وفي اعتراض على الصفقة، وانا شايف ان هو كان لعيب كويس يعني ولعيب عندي مهارة ولعيب متميز، لكن ممكن يكون مستوى نازل، لكن هو لعيب مفيد. المهم في غضب من الجمهور، بدأ المجلس ينقسم، فأخيرا المجلس رفض الصفقة وابتعدت الصفقة عن نادي الزمالك. أحمد ياسر ريان خلاص كده ابتعد عن نادي الزمالك. الصفقة الثانية إسحاق يعقوب، بعد ما كان جوزيف لو جوناثان نجوم لاعب فيوتشر أفضل، لكن سنه كبير وهتدفع مبلغ لنادي فيوتشر مبلغ كبير، فإسحاق يعقوب أقل منه شوية في الإمكانيات. هو لعيب يعني كويس بس مش زي جوناثان نجوم. الزمالك لقي صفقة حرة، لاعب حر مش هيدفع فلوس للنادي بتاعه، ونفس الوقت هو أصغر من جوناثان نجوم ب3 سنين، عمره 30 سنة. فبناء على موافقة جوميز هيبتدي يتم تفاوض مع إسحاق يعقوب الباك الأيسر اللي بيلعب في نادي البنك الأهلي. طيب ادي صفقتين. محمود ممدوح الأقوال متضاربة، اللاعب كان في الشتاء كان مضى للزمالك، طبعا مجرد توقيع ممكن يبقى يعني لا قيمة له، بس مجرد ان انت اللاعب بيبدي رغبة ان يكون معاك يعني. الزمالك كان بيتفاوض معاه، الوكيل بيقول ان هيجيله عرض من بره. نادي الحرس عرض مبلغ كبير، الزمالك عرض مبلغ اقل من اللي عرضه لان المبلغ كان مبالغ فيه. المفاوضات جارية يعني الصفقة لسه كده 50-50 ما تمتش. يسر وحيد أعضاء مجلس الإدارة، في أحد أعضاء مجلس الإدارة الشباب ليه علاقة وصلة قرابة بأحد المسؤولين في نادي طلائع الجيش، فممكن يعني العلاقات الودية تؤدي إلى إتمام الصفقة أو إن يبدل الزمالك، يعني ياخد الزمالك كل الأولوية إن ياخد اللاعب بناء على المفاوضات والشروط المالية وكل شيء. فالصفقة ممكن تميل للزمالك، هو عنده عروض من بيراميدز وعنده من الأهلي، 3 أندية بتصارعوا عليه، لكن هو ما يقال إن اللي هيدفع أكتر هو اللي هيفوز بالصفقة، فممكن بيراميدز يخطف الصفقة، ممكن الأهلي. لو الزمالك رغبته، لو اللاعب رغبته الزمالك هيجي الزمالك. اسمه يسر وحيد، لسه الصفقة زي ما قلنا معلقة بين 3 أندية. محمود صابر الزمالك عاوزه ومفيش منافسة عليه، بيراميدز وافق على إعارة فقط، الزمالك عايز بيع أو إعارة بنية البيع، لكن بيراميدز وافق على الإعارة فقط. ده اللي هو محمود صابر. طيب محمد حمدي إنبي، الصفقة تقترب من الزمالك، يمكن دي أكتر صفقة تقترب بشكل كبير، ونادي إنبي عايز يعمل صفقة زي نظام زياد كمال اللي هو إعارة لمدة كم سنة بمبلغ معين، لو ما تيجي تشتري ترجع نادي إنبي تاني. الموضوع لسه يعني القرار النهائي، لكن نادي إنبي مرحب واللاعب مرحب، واللاعب عايز ينتقل للزمالك والزمالك محتاجه لأن كثرة إصابات فتوح ومفيش بديل لفتوح. فمحمد حمدي في حال إتمام الصفقة واتفاق على المبالغ المالية يقترب من نادي الزمالك. محمد إسماعيل الزمالك فوضه وابتعد شوية ويجيب أولويات لعيبة تاني، جاب عمرو الجزار وشاف كالوشة وكان في أحمد حسام، لكن محمد إسماعيل اختيار ثالث اللي حاليا بيفاوضه بشدة ويقترب منه النادي الأهلي. النادي الأهلي بيفاوض محمد إسماعيل لاعب زد، الزمالك مخليه اختيار ثالث لربما الصفقتين اللي معاه ما يتمش يرجع له، ممكن الأهلي كمان ما ياخدوش ويجيب لاعب من بره، يعني نشوف الدنيا يعني. كالوشة يعني 50% ان يروح الزمالك، كان في مفاوضات جادة والمفاوضات هديت وما فيش حد بيتكلم عن مفاوضات مع كالوشة، لكن ممكن الزمالك فجأة تلاقيه جاب كالوشة، فالموضوع معلق بالنسبة لي كالوشة.
عمرو الجزار اقرب لاعب للزمالك في الصفقات اللي احنا قلناها. عمرو الجزار لاعب المحله اقرب لاعب، ولجنه الكشافه مقتنعه بيه، وجوزيف جوميز نفس الكلام. جوزيه جوميز عفوا مقتنع بيه، وفي اجماع عليه، في احتمال يكون في نادي الزمالك عمرو الجزار. مفاجأة الصفقات ان اشرف بن شرقي بدأ يظهر في الصورة تاني، وفي اخبار تتداول عن بعض مساهمات رجال اعمال، وان اللاعب يبدي رغبة ان يجي، لكن المفاوضات لسه. لكن اللاعب ابدى رغبة ان يجي وابدى مرونة، لكن المرونة غير كافية. فبناء الزمالك هيشوف لو يقدر يعني المبلغ يوفر جزء منه كبير، واحد رجال الاعمال يساعد معاه، هتتم الصفقة. فممكن تكون مفاجأة الزمالك اللي هو اشرف بن شرقي. اللاعب العاد للصورة بس بشرط عدم تسجيل عواد. هو حارس مميز على فكرة، محمد بسام حارس مميز ومن افضل الحراس في الساحة حاليا، حارس قوي وطويل القامة زي ما احنا عارفين، ومستواه متميز، بيصد ضربات جزاء، بيصد انفرادات، أداؤه ثابت، يعني بيعمل مستويات حلوة ليه أكتر من 3 سنين. هو عيب الوحيد السن، لكن حارس المرمى ممكن يقعد لغاية 34 35 سنة عادي يعني. عودة اللاعب المتميز المعار احمد محمود باك يمين للزمالك، هيرجع الزمالك، هيبقى مع عمر جابر، يساعد عمر جابر في الزمالك، مش هيجيب حد في الحته دي. هيرجع احمد محمود من لعيبه متالقه، واختير اكتر من مره احسن لاعب في المباراه في ماتشات هذا الموسم يعني. هداف الدوري يرجع خلاص بشكل نهائي، وكمان عقده هيزيد، والزمالك هيمدد له عقده، هيدي له زياده في العقد للتمسك بيه. هداف الدوري واللاعب المتألق، عامل موسم هايل، حسام أشرف من هدافين الدوري، ما شاء الله، لاعب هايل ولاعب شاب وبيجيب أهداف ومتحرك ورشيق، فده مكسب لنادي الزمالك اللي هو حسام أشرف. عمر الساعي وسط اشاعات ان هو ماشي مدى للزمالك، لكن المهم تفاوض مع الاسماعيلي. الزمالك تربطه علاقه طيبه مع الاسماعيلي، وكمان الزمالك تعاون مع الاسماعيلي في موضوع حمد النقاز والغرامه اللي عليه، في علاقات ود وكده. لكن على كل حال الاسماعيلي عايز فلوس طبعا، هيبقى في تفاهم او تفاوض على المبلغ المالي. اذا كان داخل في الصفقه كمان الاهلي، فمش عارفين احنا مين اللي هيصفر بالصفقه، هيبان مين هياخد عمر الساعي، الاهلي ولا الزمالك. الفرصه متساويه في الفريقين. عبد الرحمن مجدي نفس الكلام، بس المره دي الزمالك وبيراميدز. عبد الرحمن مجدي لعيب كويس ومهاري ومتميز وعامل مستويات هايله، والزمالك محتاجه في المكان ده، ففي بيراميدز دخل في الموضوع. اللاعب من الاول رغبه انه يروح الزمالك من الموسم اللي فات، فاحتمال نلاقيه في الزمالك عبد الرحمن مجدي. عبد العزيز عيسى لو تفتكروا كان بيلعب معنا في الكونفدراليه في احد الفرق في غانا، لعيب متميز وسنه شاب، سنه صغير، ولاعيب مهاري وبيلعب صانع العاب وبيراوغ ومتحرك في الملعب، من نجوم الفريق. الزمالك بيفاوضه، لكن للاسف ارسل فاكس مبلغ قليل جدا، النادي رفض. فهل هترجع المفاوضات تانية ولا لا؟ احتمال الزمالك يزود المبلغ، لان اللعيب مميز وسنه صغير ولاعيب مهاري، وتحسه كده صانع لعب اسطى في الملعب يعني. مهاجم اجنبي ده طلب يعني اكيد، والزمالك بيفاوضه، واحتمال يكون مهاجم اجنبي من اللعيبه الدوليه السوبر المعروفه في المنطقه العربيه، ممكن يكون من خارج الدوري المصري، ممكن يكون بيلعب في احد الانديه الخليجيه. الزمالك عامه هو مأكد كل المسؤولين ان في مهاجم اجنبي وفي جناح اجنبي هيجي الزمالك، بس المهاجم ده اكتر هيأكدوا عليها، هيكون صفقه سوبر، لان الزمالك فعلا محتاج راس حربه قوي ويكون لاعب دولي سوبر. احمد بيكهام اعتبره كده خلاص، كده هو في الزمالك الرتوش الاخيره، وينتقل الى الزمالك. هو لعيب مميز وبيلعب باك يمين، دي الميزه اللي فيه، وبيلعب عندي خبرات طبعا، وكان بيلعب في الاهلي وبيلعب مساك، واحيانا بيلعب في ناحيه الثانيه من الملعب، ممكن يلعب باك شمال، ولعيب بيأدي اداء كويس، وصفقه كويسه صفقه احمد رمضان بيكهام. دي اكتر صفقه يعتبر متواجده في الزمالك يعني، او خلاص يعتبر انضمت الى الزمالك يعني. صديق إيجولا ظهر في الصورة فجأة، وجوميز معجب بيه ومعجب بقدراته. اللعيب ده طبعا بيلعب في سيراميكا، عمره 26 سنة، لاعب خط وسط، بيأدي أداء ممتاز، وخاصة هذا الموسم صانع ألعاب، وبيأدي أداء راقي ومتميز في الملعب. الزمالك دخل في مفاوضات جادة معاه، مع اللعيب صديق إيجولا، ولاعب متميز جدا جدا صديق إيجولا.
الزمالك في سعيه انه يجيب لعيبه صغير السن، بيفاوض زي ما قلنا محمود صابر، وكمان محمود جهاد لاعب المنتخب الاولمبي بيلعب في فاركو، احد اللعيبه المميزه في خط الوسط. دي كانت كل صفقاتنا، اتمنى ما تكونش فاتتنا حاجه. وعامه الفيديو القادم لو في اي صفقه جديده او حاجه انا نسيتها هنقولها مع بعض، لكن دي كل الصفقات في مراحل مفاوضات، في اللي بيقترب، وفي لسه نسبه 50%، وفي انديه بتنافسك. لكن دي الصفقات اللي هي مرشحه، وزي ما قلنا الزمالك من الكام اسم الكتار دول هياخد منهم 5 أو 6، وهيكمل صفقتين اجانب. دي كانت كل اخبارنا، ما تنساش نعمل لايك سبسكرايب. تحياتي للجميع، لايك سبسكرايب، الى اللقاء، سلام، مع السلامه. Like. Subscribe YA Prince.